بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة واستوديو بروفيسور معاكم النهاردة. ماتش الأهلي والرجاء المغربي في دور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية لموسم 2023. الماتش اللي انتهى بفوز النادي الأهلي 2-0 في ذهاب دور الثمانية. بنفكر تاني إن الأهلي اتأهل بهدية من سان داونز اللي النهاردة بيأكد إنه الفريق الأقوى في القارة، بيأكد ان الفريق اللي مش محتاج انه يطلع حد، بيأكد ان هو هيضرب ولا يبالي، بيأكد ان هو هيفوز بره ولا جوه جنوب افريقيا. بيفوز على شباب بلوزداد اللي كان مع نادي الزمالك في المجموعات، بيفوز عليه النهارده في الجزائر 4-1، وهو تقريبا يعتبر اول فريق ضمن التأهل. 4-1 نتيجة كبيرة جدا بتدل على شخصية الفريق البطل الحقيقي للقارة، وهو سان داونز اللي لحد النهاردة مأدي ماتشات. أقوى فرقة في القارة هي سان داونز، إلا إذا حدثت المعجزة وخرج من دور قبل النهائي. الأهلي النهاردة بيبتدي في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، قدامه محمود متولي ومحمد عبد المنعم، باك يمين هاني، باك شمال معلول، نص الملعب ديانجو السولية و مروان عطية، قدامهم كهربا في قلب الهجوم، على يمينه بيرسي تاو وعلى شماله حسين الشحات. الماتش بيبتدي عكس المتوقع، ان فريق الرجاء هو اللي بيهاجم وبيضيع كورة واتنين بيتألق فيهم محمد الشناوي بإنقاذ رائع لضربة حرة مباشرة اتعملت بإتقان شديد. الشناوي بيشيلها ببراعة. الأهلي برضو بيلعب بروح، في جمهور وكل حاجة، ودي حاجة كويسة، بس انت فعلا مش لاقي الحاجة اللي تقولك ان الاهلي عنده فكر في بناء الهجمات. يعني الاهلي دايما بيعتمد على الباصة الواضحة الصريحة، ان هو لعيب بيظهر فلعيب تاني بيباصيله، يقوم لعيب جاي في ظهر اللعيب اللي معاه الكوره، فاللي معاه الكوره بيرجع الكوره تاني مطرح ما جت. وبنلعب بطريقه الكنافه، اللي هو ايه، ابتدي دور الكوره من هنا لهنا لهنا هنا، على امل ان انت تفتح وايه وتعرف ان انت تباغت وتدخل المنطقه. طب وليه ادخل لما ممكن ما ادخلش؟ يعني ايه ممكن ما ادخلش؟ يعني لازم برضه يبقى عندي حلول التسديد من بره ال 18، لازم يبقى عندي اللعيب اللي يقدر يشوط من زوايا صعبه، لكن ده مش موجود. طبعا معذرة على الدوشة اللي موجودة، يمكن المكان اللي أنا بصور منه بره القاهرة أصلا، فعشان كده الدنيا الناس بقى صاحية وفايقة وكل الكلام ده، كل سنة وانتم طيبين طبعا. نرجع للماتش. هي هجمة ممتازة من عمرو السولية بيصلحها لحسين الشحات. حسين الشحات بيشوطها بشكل كويس جدا، ولكن في المكان اللي واقف فيه حارس مرمى نادي الرجاء. يمكن دي ابرز الكور. كرة تانية برضو كهربا بيجيب جول لكن اوفسايد صريح وواضح. عدا ذلك هجمات الرجاء كانت خطر جدا. في هجمة من انفراد، كرة بدأت بخطأ من محمود متولي اللي بيلعب كرة باصة غلط في مكان صعب جدا، بتروح انفراد على النادي الاهلي. الشناوي برضو بيطلعها ببراعة. قصاد كده الاهلي عاجز هجوميا، مفيش فكر حقيقي للهجوم. ادوار مش مفهومه لعمرو السوليه، ادوار مش مفهومه اكتر لاليو ديانج. يمكن مروان عطيه بيلعب كلب حيران بصراحه، عمال يلم ورا ده وورا ده وورا ده. لا بصراحه شديده، هو واحد من اهم الصفقات حتى الان. تقييمنا واضح وصريح لمروان عطيه صاحب الرئات الثلاثه. قبل ما الشوط الاولاني بيخلص وخلاص، كل متوقع ان الشوط الاولاني هيخلص واحد هيخلص 0-0 بتعادل عادل من وجهة نظري. بنتفاجئ ان علي معلول بيعمل عرضية من وضعية صعبة قوي، وعبد المنعم بيحطها رأسية اصعب برضو، يعني مش سهلة خالص، لان الكرة جاية تحس انها جايه فيها حته بالونه كده، فبتبقى صعب ان انت توجهها، عكس الكره اللي هي بتبقى جايه في الارتفاع اللي هو اللي بيحب المهاجمين ده. منعم بيحط جول جميل جدا في توقيت الاجمل. الاجمل انك تدخل اوضه اللبس وانت كسبان 1-0. ابتدي الشوط الثاني، الاهلي بيحط ايده تماما على الجيم، ما دخلش الرجاء معاه في ولا كوره. الاهلي بيلعب وان سايد جيم تماما، ولكن برضه بنفس الفكر بنفس الطريقه. مفيش افكار هجوميه جديده بنشوفها. مش هتكلم على كواليتي اللعيبه لان خلاص هي دي اللعيبه اللي هتكمل، ولكن لازم يبقى في حلول بالنسبه للمدير الفني. شايفين النهارده عمرو السولية، مش النهارده وبس، بقاله فتره عمرو السولية مش قادر. تحس ان عمرو السولية مش عمرو السولية.
لياقته ضعيفة جدا، كوره مش مظبوطة. حسين الشحات اقل شويه النهارده، بدنيا كويس وكل حاجه لكن اقل. بيرسي تاو كان بيحاول لحد ما التغييرات بتاعت النادي الاهلي جت. نزل محمد شريف مكان كهربا، نزل حمدي فتحي مكان عمرو السولية. بيرسي تاو بدأ ياخد ادوار الى حد ما في قلب نص يعني بقى. هو كان الشوط الاولاني بيلعب على الاطراف اكتر، كان بيحاول يعدي من على الاطراف. فالكره لما بتبقى دايما على الطرف بتبقى على يمينه، بيبقى صعب ان هو يعدلها على شماله، ما بيلاقيش الوقت، ودايما بيلاقي المان بتاعه على طول بيدخل فيه اجريسيف. بيرسي تاو بدأ يدخل من العمق. قرارات الكرة دي في مثلث اتعمل ما بين هاني واليو ديانج وبيرسي تاو، انفرد على اساسها بيرسي تاو، حطها بشكل كويس جدا، ولكن الجول كيبر الرجاء بيطلعها بشكل اكتر من ممتاز. بيرسي تاو بيدخل لمركز 10، وهو المركز اللي لازلت بقول ان هو بينقص النادي الاهلي، مركز 10. اللعيب اللي عنده حلول لكل زمايله قبل اي حاجه، ان هو عنده القدره والثقه على الاستلام والتسليم. بيرسي تاو بيدخل يعمل تشيب جميل جدا وثرو ولا اجمل لحمدي فتحي، اللي بيلاقيها سهله جدا على شماله وبيشوطها في زاويه ضيقه وبيحط الجول التاني. والنادي الاهلي على فكره بدنيا كان كويس، وكان يقدر انه يخلص الماتش باكتر من كده، ولكن تحس ان اللعيبه اكتفت ب 2-0 بس. نتيجة نظريا كويسة، عمليا برضو كويسة مش وحشة، ولكن انت محتاج لما تلاقي الخصم بتاعك وقع دوس عليه. دوس عليه، ما تستناش، عشان انت ممكن تروح المغرب بعد اسبوع تتفاجئ بجول في اول 5 دقايق، في جول تاني بتصعب على نفسك. ليه؟ لما بتلاقي منافس بيقع ما ترحموش، اذا هبت رياحك فاغتنمها. تقييم اللعيبه سريعا: محمد الشناوي 8/10، محمود متولي 3/10، عبد المنعم 8/10، هاني 3/10، معلول 4/10، عمرو السولية 2/10، اليو ديانج 5/10 على الشوط التاني بس. ونصيحة لأليو ديانج: صدق في إمكانياتك، أنت إمكانياتك أعلى من إمكانيات أي لعيب خط وسط في مصر كلها، فلازم تحط في اعتبارك إنك أنت تستغل إمكانياتك سواء البدنية أو اللي هي فيها زيادات من تحت لفوق. اتعلم، حاول تمارس التسديدات، عملتها قبل كده فممكن تعملها تاني. نروح لمروان عطية 8/10، حسين الشحات 4/10، بيرسي تاو 6/10. والستة دي عالت شوية عشان الشوط التاني بتاع بيرسي تاو كان فيه لا تمركزية من بيرسي تاو. كهربا 2/10، محمد شريف 2/10 برضه، ما عملش شيء يذكر يعني، ممكن ياخد 0 عادي. حمدي فتحي 5/10، كان وجوده مهم في نص الملعب، ادى افضليه للنادي الاهلي، والزياده برضه الهجوميه اللي عملها. خالد عبد الفتاح ما اقدرش اديله تقييم، يعني تقييم على 5 دقايق ما يعني هيبقى اعتقد تقييم ظالم جدا. ده يمكن تقييمنا للعيبه النهارده. اتمنى ان النادي الاهلي يبقى عنده حلول، يقدر انه لما الماتش يقفل ما تستناش صدفه او فرصه او غلطه من المنافس. اعتمد دايما ان انت عندك حل فردي وحل جماعي، ما تلجأش بس للحل الجماعي، لازم دايما تبرز الحلول الفرديه اللي عند اللعيبه اللي موجوده دي، لان انا متاكد ان اللعيبه دي برضو عندها قليل من الحلول الفرديه. لازم يبقى فيه تنوعية في الأداء. اتكلمنا كتير عن الموضوع ده ولازلنا بنتكلم وهنفضل نتكلم. النتيجة دايما ممكن تبقى إيجابية أو سلبية، ما يشغلناش. أنا اللي يشغلني إن أنا أشوف الفرقة ماشية على التراك الصح، ده اللي هيبان، وشخصية اللعيبة هتبان أكتر في ماتش العودة. أشوفكم إن شاء الله في مباراة الأهلي القادمة يوم السبت قدام الرجاء في ماتش عودة النادي الأهلي لمنصات التتويج، وهو ده الماتش اللي هيحدد مصير الفرقة، سواء الفرقة هتكمل فهتحس بشخصية البطل. يمكن السنة اللي فاتت الأهلي اتعادل مع الرجاء 1-1 في المغرب، ولكن الأهلي كان الأضعف والحظ خدم الأهلي في أكتر من كورة. أشوفكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، تصبحوا على خير، السلام عليكم.